بخير مزيوناتي، مرحبا بكم في قناه بنيته وماماها. هذه غنديروا الحلقه الثانيه بالنسبه للفالنتين، فغادي نقدم لكم مقبله بسيطه بزاف وهي شرائح ديال الخيار بالفرماج والزعتر. طبعا كنقطعوا الخيار على شرائح بحال هكا تكون رقيقه. كناخذوا الكيردون كنعملوا فيه زيتون ومطيشه. سمحوا لي انا لقيت طوماط سوريس كسالالي، داكشي علاش قطعت الطماطم. كنتمنى نتوما تعملوا الطوماط سوريس باش تجيكم بشكل افضل. وهنايا عندنا الفرماج، طبعا ممكن تعملوه جبلي او لا لافاشكري او لا اي حاجه، وانا زدت عليه الزعتر باش نسمو. اول حاجه كناخذوا اناء. اول حاجه نخلطوا الفرماج مع الزعتر. اول حاجه كناخذوا شرائح ديال الخيار وغادي ندهنوها بالجبن والزعتر اللي عندنا ديجا. طبعا هاد المقبله هذه هي مغذيه وصحيه وتا طريقه مختلفه باش يزعموا الدراري انهم ياكلوا الخيار. كنلفوها بحال هكا بهذا الشكل. كناخذوا الكيردون وهاد الجهه الاخرانيه هي اللي كتكون الجهه ديال الطماطم بهذا الشكل هذا. كيكون هكا الشكل ديالها. دابا غادي نستمروا هكا باش نوريكم في الاخر الشرائح ديال الخيار كاملين في الطبق الاخر. هذا هو الشكل النهائي ديال هذه المقبله اللي هي بسيطه بزاف وفي نفس الوقت مغذيه وصحيه. كنتمنى نتوما تعملوا طوماط سوريس وسمحوا لي بزاف حيت انا ما عملتهاش فلقيتها ما بقات لي شي. حاولت نزينها بزيت الزيتون بصفه سمحوا لي بالصحه والراحه. كنتمنى تشجعوني وتابوني في لاشين ديالي وشكرا.